اهلا بيكم معاكم قناة مطبخ فوف. النهاردة جاي اقدم لكم طريقة عمل القرص بالعجوة، قرص الافران، بطريقة سهلة جدا وبسيطة باذن الله هتعجبك. يلا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة انا عندي نص كيلو من الدقيق المنخول متعدد الاستخدامات، عندي كوباية الا ربع من السمنة الدافية، كوباية مية دافية، 4 معالق من زيت الذرة، 3 معالق من السكر، ربع معلقة ملح، 3 معالق من لبن البودرة، ومعلقة ونص من الخميرة الفورية. عندي هنا كل المعالق معلقة كبيرة. حضرت عندي العجان، النهاردة هعجن في العجان. حطيت فيه نص كيلو دقيق مع الخميرة والسكر ولبن البودرة وربع معلقة الملح. دي كل المكونات الجافة. هبتدي اخلطهم مع بعض بالعجان على السرعة رقم 1 بالشكل ده كده. هجيب عندي بعد كده كوباية السمنة الدافية، السمنة لازم تكون دافية، احنا الجو شتاء عشان الخميرة تتفاعل بسرعة. نزلت بالسمنة مع ال4 معالق زيت ذرة، وهستمر في العجن بالشكل ده على السرعة رقم 1 لحد ما الدقيق كله يشرب المواد الدهنية اللي عندي. هبتدي انزل الجوانب بالشكل ده كده، واجيب عندي كوباية المية الدافية، هبتدي انزل بنص الكوباية، وهستمر في العجن على السرعة رقم 2 لحد ما الدقيق يبتدي يشرب المية بالشكل ده، وازود المية شوية شوية لحد ما ياخد كفايته من السوائل. انا عندي هنا نص كيلو دقيق خد بالظبط كوباية المية الدافية. هبتدي ازود السرعة رقم 3، هياخد عجن في حدود 7 دقايق، وهتبقى عندي عجينة طرية وناعمة بالشكل ده كده. هبتدي اطلعها من العجان، احطها في بولة واغطيها لمدة 10 دقايق بس ترتاح. احنا مش هنخليها تختمر الا بعد التشكيل. هبتدي بقى اكورها كور صغيرة تكون كلها في حجم واحد بالشكل ده كده. انا عايزاها تكون قرصة صغيرة متوسطة بالشكل ده. هبتدي اكور كل العجين اللي عندي. طبعا معاكي قناة مطبخ فوفة، لو اول مرة تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس علشان كل جديد يوصلك بإذن الله من وصفاتي. بالشكل ده كده هغطيها عشان ما تنشفش. طريقتها سهلة قوي بجد، بيبقى طعمها روعة في الفطار وفي العشاء. زي ما انت شايفة كده انا شكلت كل العجين اللي عندي. محضرة عندي انا النهاردة هحشيها بالعجوة، محضرة عندي عجوة مكوراها كور صغيرة بالشكل ده. هجيب القرصة وابتدي افردها، وافرد فيها قطعة العجوة في النص، وابتدي اقفل عليها بالشكل ده كده. واكون محضرة عندي صينية، وابتدي افردها في الصينية بالشكل ده كده والحجم ده. هجيب عندي سكينة وهعمل فيها خطين كده زي شكل قرص الافران بالظبط اهي. شكلها حلو قوي وطريقتها سهلة جدا زي ما انت شايفة بالشكل ده. ممكن تحشيها اي حاجة تانية انت تحبيها، ملبن، سكر، اي حاجة. النهاردة انا عاملاها بالعجوة. ابتدي اقفل عليها كويس جدا اهي. بصي حجمها، وهي طبعا حجمها هيزيد شوية اثناء التخمير وبعد التسوية في الفرن. هشكل بقية القرص كلها عندي زي ما انت شايفة بالشكل ده. انا هعمل شوية منها سادة من غير عجوة، وهعمل الباقي بعجوة اهي. دي القرصة السادة، سهلة جدا ومش هتاخد معاكي وقت. هشكل باقي القرص كلها زي ما انت شايفة بالشكل ده كده. انا شكلت كل القرص عندي. هسيبها بقى تختمر لمدة ساعة في مكان دافي. هغطيها، وبعد ما تختمر هتبقى معايا بالشكل ده. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة. اول ما تحمر من تحت هولع الشواية تاخد لون، وهتطلع معايا وتبقى بالشكل ده طالعة ما شاء الله عليها. مش عايزة اقولك على الطعم والريحة
طرية جدا ما شاء الله عليها، هشة، التسوية بتاعتها مظبوطة. اول ما تطلع من الفرن هتغطيها لمدة 3 دقايق عشان تبقى طرية معاكي لاخر قرصة. بصي طرية وطعمها بجد تحفة. امشي بنفس الخطوات والمكونات اللي انا قلتلك عليها، هتعملي قرص خطيرة طعمها حلو قوي، تنفع في الفطار وفي العشاء، بجد تحفة. بصي التسوية بتاعتها حلوة قوي. ما تنسيش اللايك والشير عشان كل جديد يوصلك من وصفات مطبخ فوفا، والف هنا وشفا. باي باي.